تعالوا النهارده نعمل مع بعض البريوش أو الكفلة أو المنجقونة أو الفريسكا على حسب ما كل بلد بتقول عليها. هنعملها بعجينة قطنية وهشة ومكونات موجودة في كل بيت. أول حاجة هنحضرها هي محسن الخبز. معايا تلت كوباية من الدقيق، عليها معلقة من السكر، عليها معلقة كبيرة من الخميرة يعني كيس خميرة 11 جرام، وعليهم تلت كوباية من المَيّة، وهاقلّب دول كده مع بعض. وبعد كده ده القوام بتاعها، وهاغطّيها واسيبها تختمر. وهنا الخميرة اختمرت معايا. بعد كده هاحضّر باقي المكونات، نُص كوباية من السكر البودر، عليهم 3 بيضات بلدي، وممكن تحطّي بيضتين مستورد، نُص كوباية من الحليب، وعليهم كوباية من الزبادي يعني 75 جرام. وبعد كده باحط الفانيليا وروح اللوز وأسانس الحليب، دي كلّها منكهات علشان البيض. وبعد كده حطيت تِلت كوباية من المَيّة، وباقلّب كده كل المكونات مع بعض. بعد كده ضِفت نُص كيلو الدقيق، طبعًا أنا واخدة منه تِلت كوباية عملت بيها مُحسِّن الخبز، وهاقلّب كده مع بعض. شِلت كده الويسك علشان بهدل لي الدنيا، والدقيق ابتدى يطلع برّه الطبق. هالِم كده العجينة بتاعتي، طبعًا العجينة بتاعتي مفرولة كده وتحسّوها ملزّقة. بعد كده هاضيف عليها الخميرة أو مُحسِّن الخبز، وهافضل أعجن كده. العجينة ابتدت تبقى طرية جدًا معايا. هالِم كده العجينة بتاعتي. بعد كده هاضيف لها معلقتين من الدقيق، طبعًا تِلت الكوباية اللي إحنا أخدناها هنضيفها في الآخر كده نلِم بيها العجينة بتاعتي. طبعًا عجينة البريوش بتبقى عجينة طرية ومفتوحة وملزّقة، دي المعلقة التانية وهالِم بيها العجينة بتاعتي. زي ما أنتم شايفين كده العجينة ابتدت كده إيه، تبقى قوامها حلو. بعد كده هاضيف 50 جرام من الزبدة النوزيلندي، لو عايزة تستخدمي طبعًا أي نوع زبدة تانية ما فيش أدنى مشكلة، بس طبعًا لمّا كل ما كانت الزبدة يعني كويسة، كل ما طبعًا الtaste بتاع المخبوزات بتاعتِك بيبقى طبعًا طعمه حلو جدًا. هنا كده العجينة بتاعتي لمِّت زي ما أنتم شايفين كده، هي بتلزق بس عشان إيديّا فيها عجين. أنا طبعًا هاغسل إيدي دلوقتي وهامسك العجينة هتلاقوها طبعًا ما فيش سِنّة تلزيق جامدة زي اللي أنتم شايفينها كده دلوقتي. زي ما أنتم شايفين كده التلزيقة راحت خالص. هارُش كده دقيق من فوق ومن تحت. أنا كنت هاخمّر في نُص الطبق بس لقيت الطبق مش غويط، فجِبت طبق غويط علشان كده أخمّر فيه العجينة بتاعتي وترتفع براحتها. طبعًا العجينة زي ما أنتم شايفين فيها سِنّة تلزيقة بسيطة جدًا. هاغطيها كده بالبلاستيك راب واسيبها تختمر وتضاعف حجمها. هنا العجينة اختمرت، طبعًا مش هافرّغ الهوا اللي فيها. هابدأ إن أنا أقسّمها ل4 كويرات، وطبعًا هاكون ماسحة إيدي يعني دهنة إيدي بمسحة زيت علشان أقدر أمسك العجينة بتاعتي. كل ما العجينة كانت مفتوحة معاكِ وطرية، كل ما ادِت لِك نتيجة حلوة جدًا بعد التسوية. قسّمت كده الكرة ل4 كويرات، وابتديت إن أنا أعمل الشكل الأول اللي هو شكل الضفيرة. هابرمها كده، هابرم 3 كور من العجين قد بعض، وهالزّقهم كده من فوق، وهابدأ إن أنا أضفّر الضفيرة اللي في النُص هاجيبها يمين، والتانية هاودّيها شمال، أكنِّك بتضفّري ضفيرة عادية جدًا زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. وده أول شكل من البريوش، بيبقى شكلها تحفة جدًا. بعد كده هاعمل الشكل التاني، وهاعمل الشكل المتعارف عليه اللي هو الفريسكا أو الكفلة أو المنجقونة اللي هو شكل الحلزون. بعد كده هاعمل الشكل التالت، هابرم كده العجينة بتاعتي. وطبعًا في كل مرّة باحط كده كمية من الزيت في إيدي علشان أقدر أبرم العجينة بتاعتي، لإن العجينة بتاعتي طرية جدًا. ما تحطيش دقيق، لأ الدقيق مش هتعرفي إن أنتِ ترولّي العجينة. حطي شوية زيت في إيدِك. وأنا طبعًا لفيتها من الجنبين وادّتني شكل النضارة، والشكل ده بيبقى شكله جميل جدًا. بعد كده خدت كورة تانية وقسمتها ل4 كويرات، وهابدأ إن أنا أرولّها كده رول وأبرمها كويس جدًا. وهاعملها برضه شكل الحلزون، وأحط الطرف كده من تحت وأقفّل بيها العجينة بتاعتي عشان ما تفُكِّش معايا أثناء التخمير. بعد كده هاخد الكرة التانية وأبرمها كده وأقسمها نُصّين وألفّها على بعض بالشكل ده، وبرضه أعملها حلزون، هيبقى شكلها مختلف وشكلها جميل برضه. وأحط كده الطرف من تحت علشان أقفّل كده الشكل بتاعي وما يفُكِّش معايا أثناء التخمير.
بالشكل ده. بعد كده هاعمل شكل تاني اللي هو شكل الحلزون بس على عجينة أكبر شوية، وطبعًا من نُص كيلو دقيق عملت الكمية دي، لو أنتِ طبعًا عايزة تضاعفي، ضاعفي في المكونات دي. طبعًا الأشكال اللي أنا شكلتها حطيت فيها زبيب، طبعًا الأشكال اللي أنا شكلتها في الأول ابتدت تدخل في مرحلة التخمير فمش هينفع إن أنا أحط فيها زبيب. وبعد ما اختمرت طبعًا بادهن الوش بتاعها بعسل ولبن وفانيليا، وممكن فيكِ إن أنتِ تحطي صفار بيض مع اللبن، وبادخّلها الفرن ساخن على درجة حرارة 200 هتاخد نُص ساعة أو حوالي 25 دقيقة، وطبعًا غطيتها وأول ما بردت شايفين شكلها إزاي؟ طرية جدًا وهشة جدًا، وطبعًا ما دهنتهاش أول ما طلعت بزبدة ولا بمربى ولا أي حاجة عشان تدّي لمعة، طبعًا لمّا بندهنها بتدّينا لمعة جامدة أوي. أنا سِبتها زي ما هي كده، لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه لايك واشتراك في القناة.